إذا كنتي من الناس اللي كيعجبهم الغموض وكتحب تسمع قصص ماشي عادية، مرحبا بك معنا. فين كل قصة كتخبي سر. حاول تسمع مزيان حيت يمكن هاد القصة ما تكونش غير خيال. فواحد النهار بحال كاع الايام ما كان عندي ما يدار. داك النهار قررت نخرج، وكانت الوجهة سوق الخردة ولا لافيرا كيف كنسميوه. بقيت كندور تما شحال حتى لقيت واحد الراجل حاط شي سلعة عجبتني، ولكن اكثر حاجة جذبت الانتباه ديالي كانت ديك المراية المحطوطة في الجنب. كانت مراية عادية موسخة شوية وكانت مهرسة من الجناب، كانت عادية بزاف، ولكن شي حاجة فيها قالت يمكن تكون ثمينة ومولاها ما عارفش قيمتها. دغيا قنعت راسي ولقيتني كنخلصها، ثمنها كان رخيص بزاف. رجعت للدار وحطيتها في بيتي. داز النهار عادي، ولكن في الليل وانا كنمشط شعري قدام المراية لاحظت حاجة غريبة. الانعكاس ديالي كيتعطل على الحركة اللي انا كندير. ما عطيتش الموضوع اهمية بحجة انني يمكن عيانة، ولكن نهار من بعد وقعت حاجة خلاتني نتصدم. كنت واقفة كنشوف في المراية عادي بدون ما نتحرك، ولكن فجأة الانعكاس ديالي هو اللي تحرك. رفع يدو وبدا كيشوف فيا مباشرة. تجمدت في بلاصتي، ما قدرتش نتحرك ولا حتى نغوت. حسيت بالخوف صرا مع ذاتي، ولكن قلت يمكن غير وهم، عقلي باغي يلعب عليا شوية. بعدت على المراية وحاولت ننسى الموضوع، ولكن وليت كل ليلة كنلاحظ نفس الحاجة. مرات كتحرك بوحدها، وبعد المرات بحال كتبغي تهضر معايا. حتى جا داك النهار اللي تبدل فيه كل شيء. تشجعت، قربت للمراية باش نتأكد ونقطع الشك باليقين. كنت كنشوف فيها نيشان، ومباشرة كنت مركز في عينيا. فجأة الانعكاس ديالي ابتسم، ولكن بلاتي انا ما كنتش كنضحك. كيفاش؟ رجعت للور بالزربة وقلبي كان غادي يخرج من بلاصتو، وقبل ما نبعد شفتو قرب بزاف. قرب حتى ولا بحال الا غير خارج من المراية، ومراها سمعت صوت ضعيف كيقول دابا نوبتك. كيفاش؟ شويه رجعت المراية كحلة، بحال الا طفات الضو. من ديك الليلة كل شي رجع طبيعي، ولكن المراية بقات بلاصتها. ما قدرتش نتخلص منها. الحاجة اللي ما بقيتش متأكد منها واش انا اللي كنشوفها ولا هي اللي كتشوف فيا. دابا قول لي، واش انت تقدري تشري نفس الحاجة، شي حاجة غريبة تارت الانتباه ديالك؟ الا عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، حيت القصة الجاية يمكن تكون اكثر رعب من هذه. واخا تكون غير قصة، راه بعض المرات الخيال كيقربنا للحقيقة بزاف. شكرا لكم على الاستماع.